السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حنديروا تكمله الطقم السرير اللي كنت شاركته معكم تاع الدراوات. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم كيفاش تدوا القياسات على الماطله، وغدا ان شاء الله نحط لكم الفيديو كامل بالتفصيل في القناه على القماش. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم على الورق. نبداو مع المبتدئات من الصفر. اول خطوه لازم تتعلميها قبل اي خياطه هي كيفاش تدي القياسات الصحيحه. في هذا الدرس راح نخدموا الذره زوج بلايص، طريقه سهله وبسيطه حتى لو عمرك ما خدمتي، عمرك لا شديتي المقص. تبعي معايا الفيديو للاخير وخلوا لي التفاعل خواتاتي يوصل باش نكمل لكم كامل الخطوات بالتفصيل. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا كما تشوفوا انا جبت هذه الكرتونه هذه باش نديرها مثال للماطله نتاعك. نتيا عبري على الماطله، انا غادي نعبر على الكرتونه تكلي هذه الماطله. نبداو بسم الله على بركه الله. هنايا غادي نحكم الماطله تاعي، غادي تجي من هذه الحافه هذه ها هي حتى لهنايا. غادي ديري كيما هكا الميطره تاعك. هنا كنت شرحتها لكم في فيديو سابق، بصح كاين بزاف الاخوات اللي راهم عاد جداد وتجيهم شويه صعيبه، بغيت نعاود نشرحها لكم بالتدقيق. تابعوا غير الفيديو للاخر. غادي هنا تحكمي الميطره تاعك هكا في الماطله. هنا تعبري الطول تاع الماطله تاعك كيما هكا القياس اللي تلقايه ها هو تجي تكتبيه. هنا يشوفوا مثلا انا الطول تاع الماطله تاعي فيها 1.90 متر. هنايا القياس نتاع زوج بلايص ولا تاع بلاصه ولا تاع بلاصه ونص، غادي كاع تلقوا فيها 1.90 وكاين اللي تلقى فيها 1.80 متر. هنايا شوفوا 1.90 غادي نروح نزيد لها حق الارتفاع غادي هنا نزيدوه على زوج خطرات. كنت شرحتها لكم خواتاتي ان شاء الله في هذا الفيديو نفهمكم غايه. شوفوا غتحسبي الارتفاع تاع هذا الجانب هذا والارتفاع نتاع الجانب هذا، سمع على زوج خطرات. هنايا غادي تحسبي الارتفاع هذا تلقاي 20 سنتيم. ها هي غادي نكتبها هنايا 20 سنتيمتر، ونزيدوا الارتفاع الثاني فيه 20 سنتيم. غادي نجي هنايا نكتب 20 سنتيم. ها يا خواتي سمع 20 سنتيم زدتها على زوج خطرات. الارتفاع راه كاين زوج خطرات، كاين هذا وكاين هذا، وهذا الطول. صاي خواتاتي ها هو الطول وها هو الارتفاع على زوج خطرات. والقيمه اللي غادي تدخل تحت الماطله غادي يكون فيها 10 سنتيم في هذا الجانب و10 سنتيم في هذا الجانب. تما شحال نزيدو؟ غادي نزيدو 20 سنتيمتر. نزيدو هنايا قياس تاع 20 سنتيم بهذا الشكل هكا. شوف هاهي تما هنايا عندي 1.90 زدت لها 20 سنتيم نتاع الارتفاع هذا، زدت لها 20 سنتيم نتاع الارتفاع هذا، وزدت لها 20 سنتيم هذيك 20 سنتيم تاع القماش اللي غادي يدخل من تحت. 10 من و10 من في هذا الجانب هذا. صاي لهنايا تولي عندي 1.90 نزيدوا لها 60 سنتيم القياس تاعنا. كي تروحي تشري غادي تشري الطول نتاع الماطله تاعك في تاع زوج بلايص. كي تروحي تشري طول الماطله تاعك حتى تكوني حسبتيها. شوفي شحال فيها. ها هي غادي نزيد لها هنايا 1.90 كي نزيد لها هذه 60 سنتيم غادي تولي عندي 2.50 متر. ها هي 2.50 متر. تما درك انا كي نروح للمحل نشري 2.50 سنتيمتر تاع طول الماطله تاعي، ما غاديش نشري العرض. بصح في تاع بلاصه وتاع بلاصه ونص تما تروحي تشري العرض. الطول غادي تلقايه في عرض القماش هذيك 2.40 متر. ان شاء الله راكم تفهموا خواتاتي. هذيك 2.40 متر غادي دوك من بعد نفهمها لكم في الفيديو تاع غدوه ان شاء الله اللي غادي نحطها لكم كيفاش ديروا باش تخرجوا الارتفاع يجيكم على كامل الماطله كيما نقولوا ستاندر، قياس ستاندر. تبعوا الفيديو اللي غادي نحطها لكم غدوه ان شاء الله. هنايا شوفوا خواتاتي دينا صايد دروك دينا الطول تاع الماطله. العرض غير كيف غادي تروحي تحكمي الماطله تاعك تجي كيما هكا تعبري شحال فيها العرض. كاين اللي تلقي فيها 1.40 متر، كاين اللي تلقي فيها 1.60 متر، كاين اللي تلقي فيها حتى 2 مترات كل وحده وتعبر فيها. كاين اللي تلقي فيها تاع بلاصه 70 65، كاين اللي تلقي فيها تاع البيبي هذاك تجي فيها 60، وكاين تاع البلاصه ونص تلقي فيها 90. على خاطر راني نقول لكم خواتاتي كل ماطله والعرض تاعها. عبري العرض تاعك. هنايا صايراني انا دايره البلاصه هذه اللي غادي نخيطها معاكم غدوه ان شاء الله قياس تاع زوج بلايص. والماطله تاعي العرض تاعها فيها 1.60 متر. غادي نكتب هنا 1.60 سنتيمتر. هي 1.60 متر. بعد ما كتبت هنا 1.60 متر ديت العرض هذا. دونك غادي غير كيف غادي ندير الارتفاع نتاع هذا 20 سنتيم والارتفاع نتاع هذا 20 سنتيم، ونزيد لها القيمه اللي غادي تدخل من تحت 20 سنتيم. 10 من و10 من.
صاي خواتاتي. ها هي غادي نجي هنايا على هذه 160 متر، زيد لها 20 سنتيم نتاع هذا الارتفاع، و20 سنتيم نتاع الارتفاع الثاني هذا. ها هو غادي تعبري كيما هكا، وانتي قادره ما تلقاش 20 تلقي قل، لقيتي قل ديري كيما ندير انا هنايا، زيدي هنا داك الارتفاع اللي تلقاه ديري هنا وديري هنا على 2 خطرات، وفي الطول غير كيف راني تزيديها على 2 خطرات. والقيمه اللي تدخل من تحت غادي تكون 20 سنتيم، 10 من و10 من. صحيح. ها هي نزيد هنايا القيمه اللي غادي تدخل في الجهه السفليه واللي هي 20 سنتيمتر. دروك هنايا هاد 160 نزيدو لها هاد 60 سنتيمتر اللي راها هنايا، تولي عندي 2 مترات و20 سنتيم. ها هي تساوي 2 مترات و20 سنتيمتر. هنا غادي كي تفتحي القماشه تاعك غادي كي تشري كيما هكا مطوي، انت كتروحي تشري غادي يعبر لك 2 مترات و50 بعد ما تكوني ديتي القياس تاعك. كيما قلت لكم الماطله الكبيره نروحوا نشرو الطول تاعها، نتاع نشرو الطول اللي غادي نديروه في الاس تاعنا في الطول تاع الماطله. تجي عبرلك منها 2 مترات و50. كي تجي للدار تفتحي القماشه تاعك كيما هكا تلقاي في عرضه 2 مترات و40. ديك 2 مترات و40 بعد ما تفتحي القماش كيما هكا. شوفوا خواتاتي مثلا هذا القماش هنايا هذا 2 مترات و20، ها هي غادي تديها من عرض القماش اللي راه عندك تاع 2 مترات و40. هنايا بالنسبه للاخوات اللي بغوا يديروا قياس يكون يجيهم نيشان مع الماطله تاعهم ويجي مزير، ما يجيش كما نقولوا شويه وافي. بصح الاخوات اللي يبغوا يكون قياس ستاندار هذيك 2 مترات و40 خليها كامل ما تقلعيش منها، خليها كاع في القماشه تاعك كيما تروحي تشريه. رفدي غير القياسات تاع هذيك الزاويه القائمه الارتفاع برك غادي تخيطي غير الارتفاع. شريتي 2 مترات و50 عرضه خلي فيها 2 مترات و40 وروحي ديري غير الارتفاع تاعك. صاي. هذه هنايا القياسات هذو اللي تكون هي باغي تخدم ليها ولا تكون الزبونه عاطياتك القياس نيشان هو اللي غادي تروحي تقلعيه. تفتحي القماش كيما هكا تحسبي هذه 2 مترات و40 هي اللي غادي تنقصي منها عرض القماش. ها هو عندي هنا 2 مترات و20، تجي هنا تفتحي القماشه تاعك كيما هكا وتحسبي هذيك 2 مترات و20 تاعك عند وين ما تلقاي 2 مترات و20 تطوي. ها هو هنايا تبقى لك 20 سنتيم بعد ما تفتحي، راه عندي 2 مترات و40 في عرض القماش. تطوي كيما هكا وتقصي هذه الجهه اللي فيها 20 سنتيم تقلعيها. بصح اللي يكونوا باغيين يخدموا مشاريع مصغره ما على بالهاش شحال ماطله فيها ولا ما راهش عاطينها القياسات، تخلي العرض تاعها كيما راه فيها هكا 2 مترات و40 وتكوني شاريتي الطول نتاع 2 مترات و50. هذا قياس ستاندار تخليه كيما راه هكا وتدي غير الارتفاع تاعك تخدمي به. بصح في الارتفاع دوك نفهمها لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. هنا شوفوا خواتاتي بعد ما تدي القياسات كامل كاين اللي تلقى 2 مترات في العرض الا كان الماطله تاعك فيها 60 متر و60 سنتيم غادي تلقاي عرض القماش كامل. بعد ما ديري هذه 20 وهذه غادي تلقاي 2 مترات و20. كان الماطله تاعك فيها متر و40 بعد ما تزيدي لها هذه 60 سنتيم غادي هنا يكون عندك 2 مترات في العرض نتاع القماشه تاعك. ثاني غادي تجي تفتحي كيما هكا عفوا تفتحي القماشه تاعك وتجي تدي من عرض القماش تحسبي كيما هكا 2 مترات وتقصي هذيك 40 سنتيم اللي تكون باقيت لك منه. صحيح. غير كيما هكا تخدموا. بصح كيما قلت لكم اللي تبغي تخدم ما على بالهاش الماطله كاع شحال فيها تخلي العرض كيما راه 2 مترات و40 وتروح تخدم غير الارتفاع وتبيعه. هنا باش كي تجي الزبونه تدخلها على خاطر فيه لاستيك غادي كي تدخلها تسقد هي يتلم لا بغا يكون فيه زياده وغادي يتلم. هنا شوفوا خواتاتي غادي نعطيكم القياس هذا نتاع 2 بلايص وتاع بلاصه. هنايا درك شرينا الطول تاع الماطله تاعنا درنا 2 مترات و50 سنتيم. هذا 2 بلايص ها هي كتبتها لكم هنايا 2 بلايص. بصح تاع البلاصه وتاع بلاصه ونص وتاع البيبي وكامل كي تروحي تشري ما غاديش تشري طول الماطله تاعك. هذه 2 مترات و50 غادي تكون في طول الماطله تاعنا. ها هو صاي. بصح انت كي تروحي تشري تاع بلاصه ونص ولا تاع بلاصه ولا تاع بيبي غادي تشري العرض عرض القماش نتاع الماطله تاعك. صاي. عرض الماطله تاعك عفوا كي تروحي تشري غتشري عرض الماطله مثلا عندك 90 سنتيمات هاي نكتبها لكم هنا 90 نزيدوا لها هاد 20 وهذه على 3 خطرات تسمى 60 سنتيم. 90 سنتيم زائد 20 زائد 20 زائد 20 على 3 خطرات تسمى 60 سنتيمات. كي تحسبيها كامل غادي تلقاي فيها 150 سنتيمات. ها هي 1.5 متر.
متر ونص. دروك كي تروحي نتيا تشري، تروحي لعند مول المحل يحسب لك منا من هذه الجهه اللي راها مغلوقه متر وخمسين سنتيمتر، غادي تجي تحسبي منا متر وخمسين سنتيم. هذه عرض الماطله تاعك، صاي هو اللي غادي تشريه. صاي خواتاتي، وكي تفتحي القماش تاعك تلقي فيه 2 متر و40. هذيك 2 متر و40 هي اللي غادي تكون في طول الماطله تاعك. وفي الفيديو الجاي ان شاء الله نشرح لكم كيفاش غادي ديروا قياس ستوندار باش ما يجيكمش مزير بزاف. دوك نفهمها لكم مليح هنايا في الورقه، وزيد كي نحط الفيديو تكونوا تفهموه غايه. هنايا شوفوا هذا قياس نتاع بلاصه ونص. بلاصه شوفوا هنا الماطله اللي فيها كما نقولوا 70 سنتيمات، ها هي 70 سنتيم، ولا تلقي فيها 65 في تاع بلاصه. هنا ديري القياس غير كيما درنا هنايا، تزيدي لها 20 سنتيم زائد 20 سنتيم زائد 20 سنتيم، القيمه اللي غتدخل في الجهه السفليه تحسبيها كيما هكا وتشوفي شحال لقيتي العرض. هنا كي تجي تحسبيها كامل كيما هكا غادي تلقي فيها 130 سنتيمات. ها هي 130 سنتيم. غادي تروحي عند مول المحل تقولي لها اعطيني 130. انت غتشري عرض الماطله تاعك دروك، على خاطر البلاصه تاع الماطله هذه عفوا تاع بلاصه ماهاش تاع زوج بلايص، غير تاع زوج بلايص هنايا اللي تشري الطول، تشري الطول تاع الماطله تاعك، على خاطر عرض القماش راه فيه 2 متر و40 ما يكونش كافي باش نديروه للماطله تاعنا. بصح كي نكون عندنا 70 سنتيم وتلقي القياس هذا 130 ولا هذه 150 ولا 140، تروحي دائما تشري عرض الماطله تاعك. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. تروحي يعبرلك هذه 130 منا من الجهه المغلوقه، وكي تجي للدار تفتحي تلقي القماش فيه 2 متر و40، غادي يغلف لك الماطله تاعك. هنايا ما تخافوش خواتاتي. شوفوا هنايا بعد ما دينا القياسات هذو، هذا كامل العرض، هذا عرض، ها هو عرض، وهذا عرض. راني نتحدث هنا على العرض. والطول غادي كاع تلقاو فيه 2 متر، عفوا الطول غادي تلقاو فيه 190 ولا تلقاو فيه 180. كاين اللي يكون ناقص في الطول تاعه يكون فيه 180. صحيح خواتاتي. هنا بعد ما دينا القياسات وكما قلت لكم تشرو 2 متر ونص في تاع زوج بلايص، 150 في تاع بلاصه ونص، 130 اللي يكون عرضها 70 واللي يكون عرضها 65 سنتيمات. هيا كل ماطله وكيفاه تزيدي لها قياس غير كيما هذه. شوفوا هنايا لقينا 20 ارتفاع، ندير هنا فاني 20 زائد 20، وانتي عبر الارتفاع اللي يكون عندك تلقي 15، ديري 15 زائد 20. هيا هنايا تعطيني 125 سنتيمات. هاي 125 سنتيم. كانت الماطله تاعك فيها 60 سنتيمات غادي تعطيك 120، تروحي تشري هذيك 120. هنايا لقينا 125 تروحي تشري 125. المهم صايتي غادي تشري دروك غير العرض. هنايا غادي تشري غير عرض الماطله تاعك، غير هنا في الاولى اللي تشري الطول. ان شاء الله تكونوا فهمتوا خواتاتي. دروك هنايا نروحوا نتحدثوا على الارتفاع. الارتفاع شحال غادي نهودوا فيه؟ هذا اللي يجي هنايا في الزاويه القائمه هذه ومن الجهه اللي تكون مفتوحه. شوفوا خواتاتي، هاي مثلا هذا هو القماش تاعك. هنايا كاين اللي تحكم القطعه هذه كيما القياس اللي يكون ستاندار، اللي تبغي تخدم دراوس ستاندار وما على بالهاش كاع بالقياسات شحال عندهم في الماطله تاعهم، تخلي عرض القماش كيما راه 2 متر و40، ما تقلعيش كاع منها، خليها في تاع زوج بلايص. هنا في تاع بلاصه ونص، فاني ما غاش تخربي في الطول، غتخليه كيما راه عرض القماش 2 متر تقعد هي. راني نتحدث على تاع زوج بلايص. كنتي بغيتي تخدمي وتبيعي ما عطاوكش كاع القياسات ما على بالك شحال فيهم، خلي هذاك عرض القماش 2 متر و40 كيما راهي كاع ما تخربيش فيها. تجي هنايا تروحي ديريكت للارتفاع، تكوني شاريه 2 متر ونص. ها هي 2 متر ونص اللي غادي تجي في الطول وراه مطوي على 2. هذيك 2 متر و40 تطوي خليها مطويه على 2 عادي، طوي كيما هكا على 4. ها هي وتجي من هذه الجهه اللي تكون كيما هكا مفتوحه. شوف مثلا هذا هو القماش. هنايا كاين بزاف اللي يقلعوا هذا المربع، انا المربع هذا ما نقلعاش، وكاين بزاف اللي يقلعوه. شوفوا الا بغيتي تقلعيه هنا كاين اللي يدخلوا ب 30 سنتيم بهذا الشكل هذا، تحسب 30 من و30 من على حسب 30، على خاطر هنايا الارتفاع هذا فيه 20 سنتيم والقيمه اللي دخلنا بها من تحت 10 سنتيم، تما 20 نزيدوا لها 10 سنتيم تولي عندنا 30 سنتيم. هنا كنت تجي تطبقيها على القماش وتحسبي 30 سنتيم من و30 سنتيم من وتقصي، ومن بعد غادي كي تروحي تبلعي. شوفوا خواتي انا هنا على ما نبغيش ندخل ب 30 دوك نقول لكم تجي تديري كيما هكا وتبلعي المربع تاعك هذا، هو تخيطي. هنا كي تخيطي غادي تكون الخدمه ماهاش فينيه، غادي تزيدي ديري كفه كيما هكا وتبلعي الخياطه تاعك. مادام كي تبلعي وديري كفه
غادي تزيدي تاكلي 2 سنتيم تما تدخلتي ب 30 وزدتي خيطتي ودخلتي ب 2 سنتيم، غادي ينقص لك من الطول نتاع الماطله تاعك ومن العرض، يجيك القماش مزير الا كانت الماطله تاعك عريضه. تما كي تروحي تبيعيه الزبونه تاعك الا دخلتي لها ب 30 سنتيم غادي يجيها مزير. هذا اللي نتحدث هنايا اللي يكون عندهم قياس تاع بلاصه ولا بلاصه ونص ولا بلاصه اللي فيها 65 سنتيم كما كتشوفوا هنايا وتدخل ب 30 سنتيم. هنا في تاع زوج بلايص الا دخلتي ب 30 سنتيم غادي شويه يجيك مزير بصح ماشي حتى تما تاع اللي غادي يطرطق، بصح في تاع بلاصه ولا بلاصه ونص الا دخلتي ب 30 سنتيم كيما هكا غادي كي تدخلي الأوس تاعك في الماطله تحسي المطرح تاعك عوج منه من الجوانب، ما يجيش هكا مسرح وما يجيش شباب، يجي مزير على حده. صاي خواتاتي لهذا هنايا كي تدخلوا ما تدخليش ب 30، تدخلي ب 27 كيما هكا. هيا ما هذيك 30 سنتيم نقصي منها 3 سنتيمات، دخلي غير ب 27 من و27 سنتيم من، باش كي تخيطي وديري الكفه تاعك وكامل طيحي في 30 تاعك نيشان، ماشي تحسبي 30 ومن بعد تروحي تزيدي تخيطي تجي فوق 30 وتكوني هكا نقصتي من العرض ومن الطول. صاي هنايا دائما يكونوا حسابات باش هكا تخرجوا الأس تاعكم نيشان. دروك هنايا انا خواتاتي هذا القياس اللي عطيته لكم انا هذا ما نهوتش به، هذه 27 30. انا هنا ندير قياس ستاندار اللي غادي نشاركه معاكم. انا هنا ندخل ب 25 سنتيم في المربع، 25 سنتيم من و25 سنتيم من كاع في تاع بلاصه في تاع بلاصه ونص في تاع زوج بلايص ندير 25 25 ويجيني قياس شباب والأس تاعي يخرج متحوف ومفيني. ندخل 25 25 وهذا المربع خواتاتي انايا ما نقصهش. هذا المربع انا نفتح القماش ديريكت نروح نشري 2 مترات ونص، عرض القماش كي نفتحها نسيب فيه 2 مترات و40. هنا الا كنت داير القياس نتاع الزبونه تاعي كانت قايلت لي مثلا عندي 1.40 متر، نروح نفتح القماش كيما هكا نجي ندي القياس نتاع الزبونه تاعي عندها 1.40 متر، نروح نحسب انا هذيك 2 مترات 2 مترات هنايا في القماش في عرض القماش نقلع هذيك 40 سنتيم ونخدم لها الأس تاعها يجيها قياس شباب ويجي مفيني. نحسب هذيك 25 سنتيم في الزوايا ندير كيما هكا. شوفوا انا ندير هذا المثلث هذا ما نقصش القماش. كاين بزاف الاخوات اللي كانوا معايا من الاول من القناه الاولى اللي بعتها وكنت دايره معاكم الأس وخدموه ونجحوا فيه وراهم يخدموا على رواحهم دروك الله يبارك ما شاء الله ما على باليش لا مازالوا معايا. المهم اللي راه مجدد وراه عاد تعلم هنا شوفوا انا ندير نفتح القماش تاعي كامل كيما هكا نجي ندير هذا المثلث هذا ها هو نجي منه نحسب المتر تاعي كيما هكا نحط المتر كيما هكا ها هي بهذا الشكل هذا من هذه الزاويه هذه ونجي كيما هكا نحسب قيمه 25 سنتيم. هاي نكتبها لكم هنايا نحسب 25 سنتيم كيما هكا بهذا الشكل. من بعد ندير خط هنا بلا ما ندير خط انا غير في الماشينه وخيط زعما خط غير باش نبين لكم خط كيما هكا نجي نخيط عليه هذا الخط اللي درته هنا. قبل ما تخيطي عليه روحي انت حكمي هنايا ديري مثلث كيما هكا بهذا الشكل هذا ها هو تتحصلي على هذا المثلث تجي منه مع الحافه كيما هكا وتخيطي حذاه ما تخيطيش فوق هذا القماش تاعك هنايا خيطي حذاه هنا غير باش ديري الزاويه قائمه تاعك تخرج لك نيشان في الارتفاع من بعد. هاي حسبتي 25 تروحي للجهه الثانيه غير كيف تطوي كيما هكا وتحسبي 25 من لهنايا. كنتي باغيه ديري صاير القياس تاعك نيشان وبغيتي ديري في تاع زوج بلايص تكون مزير ما يكونش عريض هودي ب 27 سنتيم ما تهوديش ب 25. راكي باغيتها في تاع زوج بلايص بصح في تاع بلاصه هودي غير ب 25 ما تهوديش ب 27. هاي تحسبي هكا 27 سنتيم ديريها بنفس الطريقه اللي حسبت بها انا 25 هكا هاهي وتجي تخيطي كيما هكا بهذا الشكل تخيطي الارتفاع تاعك هنا. قبل ما تخيطي ديري كيما هكا مثلث وشوفي كي تلقي المثلث تاعك نيشان خيطي حداه باش تخرجي الارتفاع تاعك نيشان. هنايا 27 هوت بها الا كنتي باغيه الأس تاعك يجي مزير شويه على الماطله ما يجيش عريض صاي. وبالنسبه للاخوات اللي راهم باغي يخدموا قياسات ستاندرد تهود غير ب 25 ما تهودش ب 27 صاي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفيديو تاع نهار اليوم ويكون الشرح مفهوم خواتاتي. وكما قلت لكم نقطه مهمه هذه في العرض تروحي تشري الا كان تاع بلاصه ونص متر و50 متر و30 متر و20 هادو هما القياسات اللي تروحي تشريهم من المحل. وعرض القماش غادي تلقايه هنايا في العرض نتاع القماش اللي غادي تشريه من 2 متر و40 هي اللي غادي تخدمي بها تهودي الارتفاع تاعها 25 25.
هنايا في تاع زوج بلايص رانا موفين القماش، شرينا 2 مترات و50، تقدي تحسبي الارتفاع 27 كما قلت لكم، تخدميه وتفينيه تلقي فيه 30 سنتيم الارتفاع. صاي خواتاتي، هادو بالنسبه لي قصوا المربع، ما يخيطوش كما درت انا هكا، خلي القماش لاصق تاع المربع. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم، شرحت لكم بالتدقيق، ان شاء الله تكونوا فهمتوا خواتاتي. انتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، غدوه ان شاء الله بالك نحطها لكم باذن الله الصباح يوم الخميس. وما تنساوش خواتاتي تديروا جيم للفيديو، باش هكا كاين بزاف الاخوات اللي راهم مبتدئات معانا، وان شاء الله هذا الفيديو يوصلهم ويفهموا كيفاش يفصلوا، كيفاش يخيطوا ويطبقوا على القماش. ونقول لكم ربي يحفظكم، ونشكركم بزاف على الدعم تاعكم. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم، بقى لي نقول لكم تهلاو في رواحكم، وما تنساوش الجيم وبارطاج، وما تنسونيش خواتاتي بتعليقاتكم الجميله والمشجعه. نقول لكم ربي يحفظكم ويكملكم كاع ما راكم متمنين ان شاء الله. مع السلامه.